عمري ما هنبقى قد المسؤولية، عمري ما هنبقى قد المسؤولية، لأن الماتش معروف هو كسبك إعلاميا ومسك نص الملعب بتاعه. والله ما طايق أطلع أتكلم ولا أقول حاجة عن الماتش أساسا، لأنه ماتش مقرف، ماتش مقرف بمعنى الكلمة. أنت لا بتقدم أداء ولا لعيبة كويسة، واللعيبة ما عندهاش مسؤولية. دي الزمالك اللي بيلعب كان قدام بيراميدز، دي الزمالك اللي كان قدام بيراميدز. الحكم طبعا بيديهم ضربة جزاء، ضربة الجزاء الثانية دي بلانتي، لان التدخل غشيم من محمد السيد. زفت زباله النهارده محمد السيد، زباله. وفي الزمالك دايما كده اديت لك فرصه ان انت تخلص، تريح تلعب الدور الثاني مستريح يا باشا، تلعب الدور الثاني مستريح، ما تحطش على نفسك ضغط. بص للهجوم، نتكلم 100 مره على اخوان بيتزيرا، مفيش حد بيقول معاه، مفيش حد بيفهم ان ضياع الفرص ده مهم. انت جيت لك فرصتين ولا ثلاثه، ما انت لما يضيع كوره واثنين وثلاثه مش هتجيلي الرابعه ولا الخامسه ومش هسجل، لان مش كل ماتش هتمشي معايا يا عم اخوان، مش كل ماتش هتمشي معايا بقى يا جدعان. كفايه بقى تطبيل يا جدعان، كفايه تطبيل. اتكلموا في الحق، اتكلموا في اللي انتوا شايفينه في الملعب، اللي احنا شايفينه من اخوان بالزير ان هو بيضيع. انت لو بتسجل كل ده انت كسبانك هداف الدوري. انت بكل ماتش ليه فرصه واثنين وثلاثه، واللي بتكلم فيه كل فيديو ليه لماتش للزمالك بتكلم في النقطه دي، ضيع الفرص. عمك ناصر منسي نفس الكلام، كل كوره عايز تسندها على صدرك وتستلم. خلاص يا ناصر، اتحفظت يا حبيبي، اتحفظت. هم ضاغطين عليك، تستلم ليه؟ النهارده ناصر منسي اللي هو مدروخ في الملعب ده، في كوره ما بينه وما بين عدي الدباغ او تقريبا سيف الدين الجزائري مش فاكر، شات الكوره في سيف الدين الجزائري من كتر اللبخه. برضه في ضربه جزاء جت، احنا ما نستحقش الفوز عشان نبقى بس على الدغري، ما نستحقش الفوز، احنا ما لعبناش كوره. ضربه الجزاء جت لك ضربه جزاء، وحتى اطلع بنقطه يا اخي، حتى اطلع بنقطه. عامل ماتش زفت وعامل ماتش زباله، حتى اطلع بنقطه. لا ما تمشيش معانا، ما ينفعش، ما نبقاش لعيبه الزمالك لو عرفنا حتى نستفاد من مباراه ما كناش كويسين فيها. نجي دخل شاط ضربه الجزاء في العارضه، يعني هي ناقصه يا عم حسام، هي ناقصه، ما غلقانه لوحدها. هل ده انت ومحمد اسماعيل ضايعين خط الدفاع ضايع باكمله، محمود بن تايج ومحمد ابراهيم، الدفاع كله ضايع، حتى الحارس ضايع النهارده، المهدي سلمان ضايع برضه، الفريق كله النهارده ضايع، حتى الكابتن معتمد جمال مش قادر يقلب ماتش قدام انبي.